كل تفصيلة في المطبخ اتعملت بدقة، وفي نفس الوقت اتعملت عن طريق تصميم استغلنا فيه كل سنتيمتر موجود في المكان. التصميم اتعمل طبقا للديزاين بالظبط، وفي نفس الوقت برضو اعتمدنا على الشوب دروينج في استغلال المساحات في المسافة بين الاباليك وبعضيها، كذلك برضو في مساحات الحركة الموجودة في توزيع الأجهزة بالشكل اللي احنا شايفينه. كل حاجة اتعملت طبعا طبقا لشوب دروينج زي ما احنا شايفين قدامنا. أول حاجة عندنا الخشب المستخدمينه خشب أورجانيك جود وود باللون اللي هو الخشب دوت بالدرجة ديت، وفي نفس الوقت برضو استخدمنا معاها ال جي، وده أعلى خامة أو أعلى ماتيريال موجودة في جود وود. طبعا الخشب ده كونتر ما فيهوش اي حاجه ام دي اف. تاني حاجه عندنا لو جينا اتكلمنا عن استغلال المساحات، فكل كورنر موجود في المكان عندنا تو كورنرز يعتبر، ادي اول كورنرز وادي الكورنر الثاني اتعملوا بالشكل اللي احنا شايفينه، كذلك فيهم توازن يكونوا نفس الحجم ونفس الدايمنشن بالظبط علشان الشكل الخارجي يبقى فيه توازن، وكذلك برضو المساحه الداخليه نقدر نستغلها بشكل كويس. بعد القطاع الثابت بتاع عملنا دولاب تاتش للمقشات وحاجات النظافه، كذلك دي اماكن التعليق بتاعهم، ودي طبعا في اي مطبخ. بعد كده عندنا الثلاجه بايس ميكر بديسبونسر، طبعا الثلاجه نوعها ال جي 635 لتر. بعد كده عندنا وحدات تخزين على شكل ادراج، طبعا الضلفه دي بتفتح 180 بالشكل اللي احنا شايفينه، وعندنا هنا ادراج للتخزين بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. الفرن والديسبونسر، الديسبونسر دوت هيركب له قطعه نفس المستوى كده، والجزء الوحيد اللي يكون ظاهر عندنا المنطقه دي اللي هي مكان الكب. بعد كده عندنا هنا الميكروويف بالشكل اللي احنا شايفينه حوالي 60 سم، وعندنا هنا وحده ارفف. طبعا المفصلات كلها هنا سوفت كلوز بلوم. طبعا من اهم حاجه في استغلال المساحات الشكل اللي احنا شايفينه دوت ان هي الضلفه بتفتح كده. عملنا الارفف بالشكل اللي احنا شايفينه بحيث ان هي يعتبر عباره عن سابق ولاحق علشان تاخد اكبر كميه حاجات. كذلك برضو طعمنا المطبخ بضلف من الازاز علشان تدي شكل جمالي افضل للمطبخ. بعد كده عملنا هنا وحدات برضو معلقه عباره عن المطبقيه بتكون هيدروليك، اقدر ان انا اتحكم فيها، مجرد ان انا ارفعها لفوق هي بتبدا ان هي ترفع لوحديها. بعد كده عندنا اخر حاجه وحده السخان في الوحدات العلويه بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا، عملناها متداريه، وفي نفس الوقت عملنا فتحه تهويه من تحت علشان ما يبقاش الدنيا مكتومه، وفي نفس الوقت الظهر برضو شايلينه طبعا عشان اشتراطات شركه الغاز.